حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء هيئتها الموقرة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهم الماثل أمام حضراتكم. في جزئية هنا هو حرصت المحكمة ابتغاء لوجه الله تعالى إن هي تثيرها. هي طبعا الأوراق كانت بالنسبة لي كافية، لكن أنا حبيت إن أنا أثيرها وأعلنها كافة. إنه حضرتك السبب المدعى به لجز رأس المجني عليها هي أنها كانت ثيبا لم تكن بكرا، فأتينا حضرتك بالطبيب الشرعي المشرح للجثة والذي قام بفحص موضع عفة المجني عليها سحائب الرحمة، وسألناه ما معنى ما سطرته في تقرير الطب الشرعي أننا وجدنا آثار مدممة حديثة بموضع العفة، يعني إيه الكلام ده؟ هل أصغار كانت بكر ولا ثيب؟ فنطق أمام الجميع بأن المجني عليها كانت بكرا وأنها ذبحت بغير حق، وأن المجني عليها وهي في دار الحق أرادت المحكمة أن تبرئ ساحتها أمام المجتمع حتى لا يعاين أهلها أنها ذبحت لأنها كانت سيئة السلوك، ولأن لجسد كل امرأة طبيعة معينة. ولذلك وبناء على كل ما سلف حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء هيئتها الموقرة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهم الماثل أمام حضراتكم، وألزمته بالتعويض المدني الذي طلبه والد المجني عليها وهو 40,000 جنيه، وألزمته بأن يؤدي مصروفاتها ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. اتفضل يا حسن.